السلام عليكم. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن اهم الكونسترينتس اللي موجوده جوه برنامج بلندر. بس خلينا الاول نفهم يعني ايه كونسترينتس. الكونسترينتس معناها القيود، يعني تقدر تقول انها قيود فيزيائيه او منطقيه بتفرضها على الاوبجكت بتاعك عشان تخليه يتحرك بطريقه معينه من غير انك ما تحتاج تعمل ده بشكل يدوي في كل مره. طبعا اغلب استخدامات الكونسترينتس بتبقى وانت بتعمل ريجنج لشخصيه مثلا، او العربيه، او بتعمل ريجنج لاي حاجه. يعني مثلا تخلي عظمه ما تتحركش غير في نطاق معين، او مثلا تبقى بتحرك شخصيه وعايز العين تبقى بتبص على اوبجكت مهما يتحرك، او برضه لو عايز تحرك جزء من الشخصيه بس عايز تعمل ليميت للحركه دي، زي مثلا الرجل او الايد او الرقبه. كل دي استخدامات الكونسترينتس هتحتاجها وانت شغال. طيب اول 3 كونسترينتس هنتكلم عنهم تقريبا بيعملوا نفس الفكره. اول كونسترينتس معانا هو كوبي لوكيشن، وده بينسخ مكان اوبجكت تاني، وكل ما تحرك الاوبجكت التاني هتلاقيه الاوبجكت بتاعك بيتحرك معاه في نفس المكان. الكونسترينت رقم 2 وهو كوبي روتيشن، وده برضه بيعمل نفس الكلام، بس الفرق ان ده بينسخ حركة الدوران مش المكان زي الكونسترينتس اللي فات. رقم 3 برضه بيعمل نفس الفكرة بس بينسخ حجم الاوبجكت. نيجي بقى للكونسترينتس رقم 4 وهو كوبي روتيشن، وده بيعمل ليميت او حد اقصى للدوران على محور معين او كل المحاور لو انت عايز. اشهر استخداماته لو بتعمل ريجنج لعربية مثلا وعايز العجل الامامي يحود لحد درجة معينة زي ما بيحصل في الواقع. الكونسترينس اللي بعد كده هو ليميت سكيل، وده برضه بيعمل حد اقصى لحجم الاوبجكت بتاعك سواء بالتكبير او بالتصغير. في افكار كتير هتخليك تستخدم الكونسترينس ده لو بتعمل ريجنج لشخصية او العربية مثلا. الكونسترينس رقم 6 وهو ترانسفورميشن، وده بقى هتستخدمه كتير جدا. وظيفته انه بينقل الحركة من اوبجكت تاني للاوبجكت اللي انت شغال عليه. تقدر مثلا تنقل الحركة من دوران اوبجكت لحركة اللوكيشن او السكيل، او ممكن العكس طبعا. الكونسترينس اللي بعد كده وهو كلامب 2، وده بيحبس حركة الأوبجكت بتاعك جوه كيرف ويخليه ما يقدرش يتحرك بره حدود الكيرف ده. الكونسترينس رقم 8 وهو تراك 2، وده يمكن أشهر واحد فيهم وأكيد بنستخدمه كتير جدا في شغلنا. ده وظيفته إنه يتتبع حركة الأوبجكت اللي تحدده ويتحرك على الأساس ده. أغلب استخداماته بتبقى مع الكاميرا أو الإضاءة. يعني مثلا الكيوب ده لو عايز الكاميرا تفضل مركزة عليه مهما الكيوب يتحرك أو الكاميرا هي اللي تتحرك، بنستخدم الكونسترينس ده. بس أحيانا هتقابلك المشكلة دي، وهي إن الكاميرا بتعمل فليب للمشهد عند درجة دوران معينة. ممكن تستخدم ليميت روتيشن عشان تحل المشكلة دي، أو ممكن تستخدم الكونسترينس اللي هنتكلم عليه دلوقتي وهو الكونسترينس رقم 9 ضمب التراك، وده بيعمل نفس اللي بيعمله تراك 2 بس من غير ما يعمل مشكلة الفليب اللي قلنا عليها. بس خلي بالك إن تراك 2 أدق شوية، يعني لو ما ظهرتش معاك مشكلة الفليب خليك في تراك 2 أحسن. الكونسترينس رقم 10 وهو شايلد اوف، وده برضه كونسترينس مهم جدا. بيعامل الاوبجكت بتاعك كانه ابن الاوبجكت تاني. طبعا اول حاجه هتيجي في دماغك انك تدوس كنترول بي وتعمل بيرنت للاوبجكت اللي انت عايزه، بس لو بتعمل انيميشن فالطريقه العاديه دي مش هتنفع معاك. يعني مثلا تخيل انك بتعمل انيميشن لشخص وهو بيرمي حجاره، انت محتاج ان الحجاره دي تبقى شايلد للشخصيه طول ما هي في ايده، بس لما يبدا يرميها في اللحظه دي بتعمل انشايلد للحجاره. ودي فكره الكونسترينس ده. الكونسترينس رقم 11 وهو فلور، وده واضح من اسمه انه بيعامل الاوبجكت على انه ارضيه. يعني مثلا لو عندك شخصيه وعايزها تمشي على الارض بتستخدم الكونسترينس ده عشان رجل الشخصيه ما تعديش الارض. الكونسترينس رقم 12 وهو بيفيت، وده بيغير مركز الاوبجكت لاي اوبجكت تاني انت تحدده. احيانا بتحتاج انك تعمل دوران للاوبجكت على نقطه معينه من غير ما تحرك الاوريجن، ساعتها بيكون الكونسترينس ده اختيار كويس. الكونسترينس اللي بعد كده وهو شرينك راب، وده وظيفته ان بيلزق الاوبجكت بتاعك على سطح اوبجكت تاني.
بس هو بيتعامل مع الاوريجين. يعني اهم حاجة انك تبقى حاطط الاوريجين في اخر الاوبجكت بتاعك من تحت عشان الكونسترينس يشتغل معاك بشكل مظبوط. الكونسترينس رقم 14 والاخير معانا اللي هو فولو باس، وده بيخلي الاوبجكت بتاعك يتحرك على الكيرف اللي انت تحدده. يعني شبه شويه موديفاير الكيرف اللي اتكلمنا عنه في فيديو الموديفايرز، بس فيه شويه اختلافات طبعا. لو علمت صح هنا هتخلي الاوبجكت ياخد نفس اتجاه النورمال بتاع الكيرف، يعني هتلاقيه بيلف حسب دوران الكيرف اللي انت عامله. وبس كده، دي كانت كل الكونسترينس المهمة اللي ممكن تشتغل بيها وانت شغال في بلندر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتابعني عشان تشوف كل الفيديوهات الجديدة، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. سلام عليكم.